ايه الاخبار الرجاله؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم. حلقه النهارده هي حلقه هنتكلم فيها شويه عن افلام مصريه اقتبسوها من افلام اجنبيه. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه، انا لا بقول ان الافلام دي مسروقه ولا بقول ان احنا اخدينها من بره بفكره نسخ ولزق. لا، انا بقول افلام مقتبسه. تمام؟ مقتبسه دي عادي جدا بتحصل، وامريكا نفسها اقتبست افلام كتير جدا. فعشان ما نطولش خلونا نبدا الحلقه ونشوف ايه هي الافلام اللي عندنا. أول فيلم هنبدأ بيه النهارده هو فيلم شمس الزناتي، الفيلم اللي نزل سنة 1991 وكان من بطولة عادل إمام. طبعا الفيلم بلا شك كسر الدنيا وبقى من التراث المصري العظيم. الفيلم كله بيحكي عن قرية بتتعرض لهجوم من مجموعة مسلحين، واللي طبعا كان القائد بتاعهم العظيم محمود حميدة، عشان شيخ القرية دي وقتها يحاول يستعين بمجموعة تانية من المسلحين عشان تقف معاهم، واللي هو طبعا كان القائد بتاعهم عادل امام. الفيلم طبعا واحد من احلى الافلام، واتجمع فيه عادل امام ومحمود حميده وشوشان بدر، محمود الجندي ومصطفى متولي واسامي كتير جدا جميله. ولكن قصه الفيلم او الحكايه اللي بتحكيها الفيلم هي بالظبط نفس فكرة فيلم ذا ماجنيفيسنت 7. الفيلم ده فيلم أمريكي نزل سنة 1961 وكان بيحكي عن قرية مكسيكية بتتعرض لهجوم من المسلحين، وبرضه بيستعينوا ببعض المسلحين عشان يساعدوهم في إن هم يقفوا قصاد العصابة اللي بتهاجمهم أو ياخدوا حقهم. طبعا شمس الزناتي واحد من أحلى الأفلام اللي جت في تاريخ مصر، ومش معنى إن إحنا بنقول إنه معمول أو مقتبس من قصة فيلم أجنبي ان ده معناه ان احنا بنسرق او ان الفيلم ما كانش حلو. بالعكس تماما، الفيلم اتعمل بشكل حلو جدا واحنا بجد كلنا حبيناه وبنتفرج عليه. من هنا نروح للفيلم الثاني، واللي هو برضه واحد من احلى الافلام المصريه اللي نزلت في اخر فتره، فيلم الف مبروك. الفيلم طبعا من بطوله احمد حلمي. الف مبروك في العموم هو فيلم علامه من علامات اللي عملها احمد حلمي في تاريخ السينما. الفيلم بيحكي عن شاب بيصحى كل يوم يلاقي نفسه بيعيش نفس اليوم بتاع امبارح، اليوم بيتكرر كل يوم وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. الفيلم في العموم جميل جدا، وحتى تقييمه على سينما كوم هو 8.6. فيلم الف مبروك هو فيلم نزل سنه 2009، ولكن قصته تقريبا مشابهه جدا لفيلم جراوند هاج داي. جراوند هاج داي هو فيلم امريكي نزل سنه 1993 وبيحكي عن مذيع احوال جويه بيطلب منه انه يسافر لدوله معينه عشان يغطي الاحداث اللي بتحصل هناك، وهو ما كانش موافق، لكن وهو مسافر بيتعرض لعاصفه ثلجيه بتضرب المكان. الكلام ده بيكون في يوم 1 فبراير، عشان ينتهي اليوم ويخش ينام ويصحى تاني يوم يلاقي نفسه ان النهارده هو برضه 1 فبراير. في العموم الاثنين عملوا الفكره بشكل مختلف. احمد ما اخدش الفكره زي ما هي، لا في عاصفه ثلجيه ولا هو مذيع احوال جويه ولا اي حاجه من الكلام ده كله، لكن احنا بنتكلم على اساس الفكره نفسها. الفيلمين حلوين جدا وانصحك بانك تتفرج عليهم. ومن هنا نروح لاخر فيلم معانا في حلقه النهارده. بالمناسبه السلسله دي هيبقى ليها حلقات تانية كتير، هنعمل جزء تاني وتالت، وهنعمل افلام اجنبيه مقتبسه من افلام مصريه، فلسه احنا مطولين مع بعض. فنروح لاخر فيلم معانا في حلقه النهارده، وهو فيلم كلنا بنحبه وكلنا عارفينه، هو فيلم عريس من جهه امنيه. طبعا فيلم عريس من جهه امنيه احنا مش محتاجين نعرفه. الفيلم طبعا من بطوله عادل امام، اللبلبه، حلا شيحه، شريف منير، وظهر فيه ناس ضيوف شرف زي اشرف عبد الباقي وزي احمد زاهر. الفيلم نزل سنه 2004 وكان بيحكي عن قصه اب اللي هو خطاب النجاري اللي بيقوم بدوره عادل امام، مش قادر يقتنع ان بنته كبرت وانها هتتجوز وان هو هيعيش من غيرها، فبالتالي كان بيرفض كل العرسان اللي بيجولها، ولما تقدم لها عريس هي متمسكه بيه. بتبدا من هنا تتفرج على الاحداث، هو ازاي بيدخل في عداوه او بيحاول يبوظ الجوازه زي ما هو كان بيقول الجوازه باظت، الجوازه باظت، الجوازه باظت، الجوازه باظت، الجوازه باظت. الفيلم طبعا واحد من اكتر الافلام الكوميديه في تاريخ السينما المصريه، ودي حاجه ما فيهاش شك. ولكن الفيلم ده قصته هي نفس قصه فيلم فازر اوف ذا برايد، الفيلم اللي نزل سنه 1991 وكان تقريبا بيحكي عن نفس الفكره. الفيلم ده من بطوله ستيف مارتن، واللي كان بيحكي عن اب بنته كانت مسافره بتدرس، ولما رجعت قالت ان هي يعني بالمعنى بتاعنا جاي لها عريس وهي موافقه عليه، هو ما كانش مقتنع نفس الفكره ان بنته كبرت وانها هتتجوز، فكان بيحاول يبوظ الجوازه على قد ما يقدر. نفس فكره عريس من جهه امنيه، كان بيفشل وبيوصلوا لحد مرحله الفرح وان هم يتجوزوا. بالمناسبه الفيلم ده ليه جزئين، وهو من واحد من احلى الافلام برضو. لو انت حابب تتفرج عليه اتفرج على الجزئين وهيعجبك جدا. الخلاصه ان في افلام كتير ممكن تكون عندنا حلوه جدا، مقتبسه من افلام تانية، ولكن مش مع الاقتباس مش معناه سرقه. انا ممكن اقتبس الفكره، ولكن طريقه تنفيذها هي الاهم. انا لو نفذتها بشكل مختلف وقدرت انجحها نجاح مختلف عن اللي هي ظهرت بيه، ده في حد ذاته نجاح لوحده.
فكل الافلام اللي احنا قلناها في الحلقه دي هي افلام جميله جدا وكلنا بنحبها وبنحب نجومها، وده ما عليهوش خلاف. لحد هنا تبقى حلقتنا النهارده خلصت، وان شاء الله هنكمل في حلقات تانية جايه. ولو عندكم حاجه عايزين نتكلم عنها سواء افلام او حلقات زي دي، او انتوا تعرفوا افلام مقتبسه، سيبوها لي تحت في الكومنتات. ولو اتفرجتوا على فيلم من الافلام دي قولوا لي شفتوا النسخه الاجنبي احلى ولا النسخه المصريه. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتبعت الفيديو لاصحابك. سلام.